لو انت يا عزيزي المواطن مش متابع اللي بيحصل في كوكب القرود اللي احنا عايشين فيه ده، فاحب اقول لك ان فايتك شويه سسبنس، انما ايه؟ لوز العنب. نبتدي بالنتن ابن النتنه اللي طلع علينا في حوار تلفزيوني، قال لك انسوا حوار حل الدولتين ده ولا دوله فلسطينيه بعد 7 اكتوبر، مفيش الكلام ده، خلاص خلصت. وعلى فكره بقى، مصر هي السبب في الوضع اللي في غزه دلوقتي. لا بتدخلوا مساعدات ورافضين ان الناس تخرج، وانتوا اللي مش سايبين الناس تتهجر بره البلد، انتوا اللي عملتوا غزه سجن مفتوح. راحت الخارجيه المصريه رزعاه حته بيان في وشه، قالت له تعالى هنا يا منفلت يا ابن المنفلته. بقى احنا ما بندخلش مساعدات؟ ده احنا من ساعه وقف اطلاق النار بس مدخلين 5000 شاحنه. وبنقول لك تاني، احنا مع حل الدولتين وضد التهجير وضد تصفيه القضيه الفلسطينيه. ايه قولك بقى؟ نروح بقى لابا الحاج ترامب. تصريح تلوت الراجل مش عاتق نفسه تصريحات الصراحه. قال لك ربما امنع المساعدات عن مصر وعن الاردن لحد ما ياخدوا اللاجئين. انا بقول لك اهو. ولا ليك عليا حلفان يا حاج ترامب. اسال بس يا اخويا، وهو داخل علينا شهر رمضان اهو، اسال المصريين بيفطروا اول يوم رمضان بكام يا اخويا. مش هقول لك طول السنه، اول يوم رمضان بس. باشا الكلام على مصر دلوقتي ماشي. انا بقول لك المساعدات دي حبيبي ابرمها وحطها في جيبك الوراني، ماشي يا باشا. رجع بقى قال لك انا ملتزم ان انا اشتري غزه. فاكر نفسه بيشتري فيلا في الساحل تقريبا. انا هشتري غزه وهدخل شويه شركاء اقليميين كده يعملوا معايا شويه اعمار في غزه. ولما اشتريها الفلسطينيين ما لهمش حق ابدا يرجعوا فيها تاني. سيبوني افكر اذا كنت هسمح للاجئين الفلسطينيين يخشوا الولايات المتحده الامريكيه ولا لا. وبعدين راح طالع فجاه كده قال لك دع الجحيم يندلع. ليه يا عم الحاج؟ هتندلع في الجحيم ليه ان شاء الله انت والنتن يا رب؟ قال لك لو يوم السبت الساعه 12 الظهر ما كانش كل الرهائن طلعوا، انا بقول لكم الجحيم هيندلع فوق دماغكم كلكم، اوكي؟ وهوقف اتفاق وقف اطلاق النار ونشوف بقى ساعتها الجحيم كلنا. طب تيجي تقول لنفسك طب ايه اللي حصل؟ طب يا عم الحاج، اتاري سماح في وفد منها راح ايران. طلعوا بعد الزياره على طول قال لك احنا هنوقف تسليم الرهائن خالص الى اجل غير هنشوف احنا ودماغنا مش هنسلم رهائن. وهو ده مربط الفرس، هو ده اللي بنتكلم فيه. انتوا لا يهمكم سلامه الناس، ولا يهمكم وقف اطلاق النار، ولا يهمكم دخول مساعدات. كله بيدور على حته من التورته. مصلحتي فين؟ ما احنا خلاص عارفين ان اقتتال لو ابتدى الضغط على الناس هيزيد، فالتهجير لازم يتم. ما هو انت لازم الاقتتال يرجع تاني علشان يبقى في تهجير، فطبعا لازم يكملوا في الخطه بتاعتهم. ما هو التهجير ما تمش، ما هي مصر واقفه لهم فيه بالعرض. فقال لك لا، يبقى نرجع الاقتتال تاني عشان نضغط تاني عشان الناس تبتدي تتهجر. فعز بقى المعمعه دي كلها، الخارجيه المصريه امبارح بتصدر بيان فيه لهجه تصعيد رهيبه. لاول مره في البيان بنقول ان احنا عايزين حل دولتين، والدولة الفلسطينية تبقى عاصمتها القدس الشريف وليس القدس الشرقية. البيان بيتكلم عن عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه، مش بس اللي خرجوا في الفترة الأخيرة. مع العلم إن البيان ده صدر ووزير خارجية جمهورية مصر العربية حاليا في زيارة رسمية في الولايات المتحدة الأمريكية. ده يعرفك يا عزيزي إن مصر عندها من الكروت والأوراق اللي تضغط بيها وتخليها تتكلم بلهجة التصعيد دي. فلو انت معتقد او شيطانك بيوزك ان مصر مش قد اللي هي داخله عليه، لا احنا قدها بعون الله، قدها بعون الله، وفي ظهر القياده المصريه. والله وكيل لو فاكر ان انا هسيبك تستمتع بنعيم الجهل كده لوحدك، لا حبيبي، انا كل شويه هاجي اوز في ودانك بالاخبار الجديده. واحنا هنفضل في الجحيم ده لوحدينا؟ لا حبيبي، انت تطلع بقى من نعيم الجهل ده وتقعد معانا بقى. انت لازم تبقى معانا، وتبقى معانا وانت عارف ومتاكد ان بلدك شريفه في زمن عز فيه الشرف. ويلا هسيبكم الحق اشوف مين صرح بايه في الوقت اللي احنا قاعدين بنرغي فيه مع بعض ده. معانا يا رب. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.